السلام حاج راكم حباباتي اخواتاتي الغاليات، نتمنى ديما تكونوا بخير وصحتكم مهنيين واموركم كامل مليحه. ديما نرحب بكم المشتركين جدد اللي قدمتم مالي ندار داركم. مطبخ حورة الحراير يرحب بالكل. فيديو تاع اليوم ان شاء الله. راح نبداو بيت لخزين. كما على بالكم مدايره بيت لخزين العام اللي فات وبخاسك خالصت، بقاو فيها شويه حوايج. اليوم نعطيكم واش بقالي في بيت لخزين، ومن بعد كل ما نشري مشتريات ليها نحطهم فيها. واكيد طبعا راح نشارككم كلش اول باول. ما عليكم غير تشتركوا في القناه، تفعلوا الجرس هكا يلحقكم كل جديد تاع القناه. اي فيديو نحطه راح يجيكم عليه اشعار، ويعني توليو اجور، يعني تتبعوني خطوه بخطوه. اللي تحب تبدا معايا اكيد مرحبا. اليوم ان شاء الله راح نبدا بالمواد تاع التنظيف. هما يعني شغل شويه ما فيهمش هرج ياسر. راح نبدا بهم، راح نعطيكم واش بقالي وراح نعطيكم واش زدت عليهم، لانه المواد تاع التنظيف يعني ساهل انكم ديروا فيها بيت لخزين تاع 6 شهور تاع 4 شهور حتى تاع عام. انا يعني جاوني ساهلين لاني ما سهلكش ياسر مواد غذائيه، عفوا مواد تاع تنظيف يبقاو ياسر. اذا نبداو بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله عليه الصلاه وازكى تسليم. ويلا نقولوا مواد التنظيف. راح نقولوا السائل غسيل الاواني، اكيد يعني هو الاول اللي نشريوه في مواد التنظيف. لهنا انا بقاولي 5 لترات من هك، هذا هما اللي بقاولي. يعني في ديسمبر هذا راح نغلق عام، وعندي نص خصنا نعطيه لكم، ماشي نص، عندي هذا بقالي، هذا يبقالي حتى ديسمبر عادي، ماشي مشكل. يعني غلق لي عام وفضل لي هذا اللي يتبعوا فيا من العام اللي فات. يعني كيما بديت بيت الخزين نتاع عام، يعني فضل لي هذا من العام كومبلي. يعني سائل غسيل الاواني من ديسمبر تاع العام اللي فات راني ما زدتش شريت، جبت غير من بيت الخزين وفضل لي هذا. انا هذا كيما هكا بهاد الخساره يقعد لي 4 شهور عادي، خاصه اذا عاد الخدم تاعكم جديد. السلك يعني تصلوا به الماء يكون جديد راح يكون يرغي ويمد نتيجه. اذا عاد هذا هكا ديري له هكا تلقاوه يعني يروح ويجي ليه معناتها راهو مايه ياسر وما يحكملكمش. اذا هذا بقالي من العام اللي فات نحطه هكا. بقالي ايضا الجابيل، هذه راهي نص راني نستعمل منها انا. كيما هذه شريت تبان لي الله اعلم والله مانيش شافيه، شريت هكا 3 ولا 4، يعني شريت 20 اطره في عام كومبلي. بقالي هذا النص، هذا البيدون اللي فيه 5 لترات هذا كامل معمر، والاصفر هذا فيه نص. يعني هذا يحكموا لي حسره، خطره على بالكم بلي عندي الحساسيه ندير غير قطره للتعقيم فقط وخلاص، ولا في الارض كي نعود نسيق. يعني هذا 5 لترات، هذه ما نحسبوهاش، نقولوا راح نكملوا بها منا لراس العام، هذه ما نحسبوهاش. بقى لي ايضا هذا كنت شريته معكم وشاركته معكم في مواد التنظيف، سائل غسيل الاواني، فيه 3 اطرات، يعني مازال الطادات نتاعو راهو خاثر. انا كنت نشري تاع 1000 زهره، هذاك كان يجي خاثر ومن بعد ولا خفيف، ومن بعد كي بدلت القو يعني وليت نلقاه خاثر وليت نشري هذاك. بقاولي هذا 5 اطرات، علما انه هذا مع الماشينه لافي اوتوماتيك يعني راح يحكم. اذا كثرتوا ديروا 2 باشن، ديروا 2 كيما هكا تغسلوا بهم راح يكفيكم ويفضل خلاص. كيما انا شريت هذا وشريت لي نعرض لكم الخطره اللي فات فيها 3 اطرات ثاني، وهي وشريت 2 تاع ايمن، هذاك جابه لي بابا مبسكره، 2 فيه 5 لترات ولا 3 حاجه كيما هك. يعني ما تستهلكوش ياسر في الماشين لافي اوتوماتيك. ولي ايضا هذا صابون سيدو كنت شريته معكم. يا اخي كنت نغسل بيديا اذا تشفاو. الماشينه لافي تاعي كانت عندي تاع بلاستيك، كي فزدت لي خلاص
وليت صبرت، كنت نغسل بيديا مدة تبالي 3 سنين ولا نغسل بيديا، حتى شريت ماشينه لافي اوتوماتيك. وكي كنت نغسل بيديا كنت نستعمل هذا ينحي لي الطاج الاخر. دوكا طبعا مانيش راح نطيشو، هذا راح ندير به خلطات. ديجا كانوا عندي كثر، يعني كانوا عندي 12، درت بهم خلطات ما صورتش، برك باذن الله نشارك معكم الخلطه الجايه، اي خلطه نشاركها معكم باذن الله، خاصه قبل رمضان. هذو ما بقاوليش، هذو شريتهم ديبي تاع الصيف ولا ما لحقنيش الوقت، ما صورتش، ما كنتش لاذيه، كان زوج تاعي شويه مريض شغل هكا، وليت ما صورتش. شريت هذا وهذا، هذوما جال دوش. بقالي ايضا هذا من العام اللي فات، هذو مع الساشيات الاخرى راني نحطهم في بيت الغسيل مع هذو المواد التنظيف. هذا خليه لهنا. لاصيات هذا كنت حاطه روحي خلطولي، كنت نجبد منهم، يعني ما نستعملهمش ديما، وليت زدت شريت هذم، يعني هم يتلقاو. هذو ملاح للناس اللي تمدلهم صحونه تاعكم وما يردوهمش. وبقاو لي هذو راني قاعده نجبد منهم، هذو بقاو من جنازه تاع ام ربي يرحمها ويوسع عليها، يرحم كامل موتانا وموتاكم، امين يا رب العالمين، يجمعنا معهم في الجنه باذن الله يا ربي. قلت لكم هذو اللي بقاو من الجنازه، وبقات لي وحده كيما هكا ولا زوج معمرين، يعني كاشتي مازال ما فتحتهم، قلت نكمل بهذو ونفتح الاخرين. بقاو لي ثاني هذو الساشيات، كنت شريت منهم كثرت يعني في العيد الكبير على جال باش الاضحيه، لكن ما شريتش، ما لقيناش اصلا هذاك الاخر. شريت هذو العيد، كنت شاركتهم معكم من بالاسعار. هذو شريت ثاني هذو مساع الشخشوخه البسكريه باش كي نخدم ندير فيها شغل تاع سكر يجيو كبار. هذو ثاني كي ندير ملوز ولا ندير بيك نغطي بهم العجينه. هذو كانوا عندي من قبل كيما بديت معكم بيت الخزين. هذو قلت لكم شريتهم في الاخر العيد الكبير، ما استعملتهمش، هم مدسوسين يعني نحتاجهم ديما. هذو الساشيات هذو ديما نجبد منهم، وعندي دوكا اللي راني نجبد منهم. وزدت شريت المره اللي فاتت، الفيديو اللي فات اذا كنتوا تفرجتوه. واش بقالي من بيت الخزين مواد التنظيف. دركا واش راح نزيد لها شويه من المواد اللي شريتهم الشهر اللي فات، مانيش راح نستعملهم هذا الشهر، يعني مشتريات اكتوبر 2024، يعني اللي مانيش راح نستعملهم في الشهر هذا راح نزيدهم لهنا بيت الخزين ونجبد كل ما احتجت. هذو الصاك بوبال حاشاكم، هذو شريتهم ثاني من العيد الكبير، ها فيهم ديجا الاخر من العيد الكبير وما استعملتهمش، استعملت الاخرين عادي جبت منهم. وكاين هذو تاع شهر اكتوبر، المشتريات تاع الخطره اللي فاتت برك، راح تلقاهم في الفيديو اللي فات. وطبعا راني مديره قائمه تشغيل فيها كل فيديوهات تاع بيت الخزين، يعني كل موضوع مديرت له قائمه تشغيل تاعو، الفيديوهات اللي يشبهوا لبعضهم واللي سلسله مع بعضهم كامل درتهم في قائمه تشغيل. كما كي تدخلوا تلقاو قائمه تشغيل تاع بيت الخزين والمشتريات هكا. هذو 3 طبعا من مشتريات اكتوبر، يعني راح نزيدهم في بيت الخزين لاني ديجا عندي نجبد منهم، كي يخلصوا لي نجبد منهم وما عرف هذو يكفيوني، حتى خطره بيت الخزين راح نبداها تاع عام ثاني، مانيش راح ندير 6 شهور ولا يعني ما عرف يكفيوني عام ولا لا، لكن كل ما نلقى نشتري عفوا، لانه هذو بالصرف تشتريهم كي يقعد لكم الصرف بعد ما تكملوا قضيانكم خلاص تشتريو هذا، تشتريو السلك تاع الاخر تاع لماعن. هذو قعدوا لي ثاني من بيت الخزين، هذو صغار يعني راح يساعدوكم خاصه اذا قعدت لكم حاجه باش ما ديروش الفوضى في الثلاجه ولا في الخزين تاعكم. هذو بالنسبه للاكياس.
نقول لكم ثاني انه هذو بقاو لي من بيت الخزين نتاع عام. هذو نخليهم هكا، نخرج منهم. وهذو تاع الشهر اللي فات اللي شريتهم معكم تاع مشتريات اكتوبر. نولي هذو نخبيهم هكا، وهذو نجبد منهم. فوالا مشتريات عفوا اللي بقى لي ثاني هذو راني نسيتهم باش هذا بروموسيون لقيناهم ب20,000. لي لامب هذو خاصة تاع البرا شغل كي يشعلوها ما يشعلوهاش مليح، تبقى السينيالي ديما تتحرق. وبيت الخزين هذه ماشي لازم غير ماكله والاخر مواد تنظيف، حتى هذو الساشيات الكوطونتيج كلش الحاجه اللي تخبى كل يزيدوها في بيت الخزين. هذه ثاني كانت من العام اللي فات، هذه شريناها في الصيف برك. هذه ثاني في الصيف تاع الناموس. هذو ثاني كنت شريتهم معاكم، عفوا شريتهم معاكم، مازال ما استعملتهمش ثاني، راهم مخبيين. كوطونتيج طبعا هذو ما يخطيوناش. كنت شاركت معكم المشتريات اكتوبر ملي ياسر الفيديو اللي فات برك. شريت واحده جبتها، وهذو كانوا في بيت الخزين، يعني كنت شريتهم من قبل وشاركتهم معكم. يعني هكا بخاص هذا واش بقى لي في بيت الخزين. نورمالمون ما نسيت والو. دوكا واش راح ندير، راح نقول لكم واش زدت فيها. يعني هذه بخاص راكم تشوفوا. خاصك يعني عندي باز باش نبدا بيت الخزين، مانيش راح نبدا من دار جديد كيما ماركه ازيرو. نبدا بالشيء اللي قاعد عندي، نبدا منه. نحي لي تخيك الصغار برك نحطهم لهنا. زدت واحده كيما هكا، ممكن اللي يشفاو يقول لك هي نفسها، هي ماهيش نفسها بصح شوفوا اللون ماشي كيف لكن يبقى خاطر. شوف يبقى عقد. شريوه كيما هكا. كي تشوفوا هذا سائل رجع ليه ما تشريوهاش، بصح كي تشوفوه رجع وبقات صفوريه هذيك شوفوا اذا طولت باش هبطت معناتها راهو خاطر. وعينكم ميزانكم. طبعا هذه تحكم لي تقريبا 3 شهور 4 شهور. راح نزيدها لهنا. هذه زدتها دوك نخلي لكم السعر في الشاشه لاني مانيش شافيه عليه. وايضا سائل غسيل هذه الملابس ايمن. هذا نصر هذا اسمه نصر وماشي ايمن، ما على باليش عليه بدلو. كي جا بابا جاي قال لي واش نجيب لك، قلت له ما تجيب لي والو، جيب لي غير جيب لي غير ايمن لانه لهنا ما يتباعش. المهم كي راح يعني شوفوا واش خاطر. كي راح جاب لي هذا وقال لهم الحانوت هذا اللي راهم يخدموا فيه، قالوا ان شاء الله راح نوليو كما نقولوا نبعثوا الولايات من بينهم الجي ان شاء الله يجي لنا باش نعود نشري منه. يعني هذا ارخص، نسيت بالي 35,000 ولا حاجه كما هكا. رخيص وفي نفس الوقت يعني يحكم يمشي مع الماشينه لافي اوتوماتيك، مع هذيك تاع البلاستيك، مع سيمي اوتوماتيك، يعني يمشي معاهم كامل ما يدير حتى مشكله. مهما كي كنت نغسل به بيدي عادي. وشي هو اللي كنت نشتريه كان اسمه ايمن، هذا اسمه نصرو ماجيك ما على باليش. مهم هكا هذا متولهت له معاكم على بالكم. هكذا يسمى سائل غسيل الملابس. ممكن نزيد واحدة هكا ولا زوج سامبل للملابس كامل، ونزيد ممكن زوج تاع الملابس البيضاء، زوج تاع الملابس السوداء، وممكن زوج تاع ليطاش هكا يحكموا لي حتى العام كومبلي، ويحكموا لي يعني فايت العام. وممكن ايضا هذوك
هذاك المنعم تاع الملابس ثاني نزيد نشتري منه لازم، لانه عجبني وريحته هايله. ماشي اشهار ولا كاين ياسر اللي يقولوا لي نعطينا لي مارك اللي تشريهم. انا لي مارك ما نشريش لي مارك يعني الغاليين ياسر واللي يكونوا هكا ديبوزي وغاليين. نشري لي مارك غادي عادي ويكونوا يعني عمليين. ماشي المهم انك تشري حاجه ماركه، المهم تشري حاجه تساعدك. مثلا كيما سائل غسيل الملابس، المهم يكون ما لازمش يكون غالي، المهم يساعدك يخرج لك القش، ما يفسدكش ماشينه تاعك، اقتصادي. هذا هو. على هذا الاساس نشتري انا نشتري هكا الحوايج. كاين حوايج اكيد يعني لازم نشتريهم لا مارك، بصح اغلبيه الحوايج نشتريهم هكا يعني نشتريهم يعني في الاسواق. كاين لي مارك كل تقريبا ملاح، من متوسطين لملاح، ما كانش لي مارك هذوك لي ما عندهم حتى معنى ياسر. كاين مش ما كانش، بصح كاين حاجه قليله. اذا هذه هي بيت الخزين نتاع مواد التنظيف، بديت بها لانها اسهل انكم تعمروها من المواد الاخرى. ومن الاحسن يعني انكم يعني ما تبداوش، ما تركزوش على حاجه واحده يعني مواد غذائيه ولا مواد تنظيف. يعني اشريوا نوعوا باش انكا يعني لا قدر الله تطيحوا مثلا في ازمه ولا اي حاجه تصادفكم اي ظروف، يعني تلقاو كلش، تلقاو زيت، قهوه، مواد تنظيف. انا علاه بديت بها لانه بقاو لي شويه فيها حوايج، يعني بعد ما دورت العام بقاو لي يعني حوايج كما شفتوهم معتبرين، قلت نزيد عليهم باش يعني نكمل. راح نركز عليها هي الاولى، نشتري هكا شويه حوايج نكملها، ومن بعد ندخل في المواد تاع المواد الغذائيه. طبعا مش معناتها ما نشتريش خلاص مواد غذائيه، لا نشري، لكن كما نقولوا نركز على هذه باش نكملها، نغلقها. مواد تنظيف نكملوها لهذه، لكن المواد الغذائيه هي اللي نطولوا فيها، خاصه اذا كنا نحبوا نشريو حوايج ياسر وندخلوا الاخر شغل كماليات في بيت الخزين، لانه بيت الخزين اساسيات، فيها اساسيات وفيها هذه الكماليات. يعني احنا نبداو بالاساسيات ومن بعد نروحوا الكماليات، سواء في المواد التنظيف ولا المواد الغذائيه. اذا هذا هو فيديو اليوم، نتمنى يعجبكم. اذا بديتوا بيت الخزين تاعكم معايا قولوا لي، اذا عندكم اي اسئله قولوا لي، ان شاء الله الفيديو الجاي ولا نجاوبكم عليها. ممكن ما نجاوبهمش في التعليق، يكون الجواب اطول من اني نكتبه، فهمتوني؟ واغلبيه الاجابات تاعكم راح تلقاوها في قائمه التشغيل نتاع بيت الخزين ولا المشتريات، راح تلقاوها في اخر الفيديو. كي خلاص هذا الفيديو المربعات هذوك اللي تلقاوهم، تلقاو قائمه التشغيل، تدخلوا لها راح تلقاو فيها كلش. الا ما تلقاو اجوبه تاعكم، كي ما تلقاوش اجوبه تاعكم ثم خليوا لي تعليق، يا نجاوب في الفيديو يا نجاوبكم في التعليق، واكيد راح نرد على كامل التعليقات. اذا هذا هو الفيديو، ان شاء الله يكون عجبكم، ان شاء الله تكونوا تحفزتوا. نقول لكم تهلاو في ارواحكم، ملاقات الخير ان شاء الله، والسلام.